بهذا الفيديو قررت اني اجرب كل نكهات الريد بول اللي ما حدا بيشتريها ولا حد بيفكر انه يجربها. هذا الفيديو خارج عن المعتاد، حجرب نكهات مختلفة من الريد بول، النكهات اللي ما حد بيفكر يشتريها او حد بيفكر يجربها. اول شيء يا جماعة خليني احكي لكم انه هذه التجربة ابدا لا تعملوها، انا مستحيل جرب كل هالنكهات وهالكمية مع بعضها لانه هذه التجربة تعتبر هيك خطيرة، لكن انا حجرب شفة شفة او شوي شوي من كل نوع حتى اعطيكم انطباعي. وطبعا سعر الأنية الوحدة 25 ليرة. هلا بالبداية بدنا نجرب الريد بول العادية الكلاسيكية اللي كلنا بنعرفها وكلنا بنجربها. بسم الله. اكيد النكهة اللي بتعرفوها كلكم اكثر مني وما بحاجة لشرح، بصراحة منعشة وطيبة كتير. لكن هل يا ترى هذا الشيء حيكون مع الشوجر فري اللي هي بدون سكر تشيكر سيز؟ اوه يا سلام، صوت الريد بول حكاية. بصراحة حتى الريحة مختلفة. ما في اختلاف، حتى اني حاسها احلى، ما بعرف. طب هلا بدي انتقل للريد بول الشيف طالع او الدراء، شوفوا كيف تجي. بصراحة يعني غريبة شوي، بس ليش العالم ما بتفكر تشتريها؟ اسمع يا سلام نغمة، شوفوا كيف لونها، يعني ما بعرف لونها كتير ابيض، انا توقعت يكون لونها قريب على الاحمر كونه دراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة نكهة الدراء ضعيفة جدا جدا، هن محاولين يعطوا اضافة جديدة للنكهة، لكن بصراحة وللامانة ما بفضل اني اجربها مرة ثانية. طبعا هلا بننتقل للريد بول اليابان مارسيني او التوت البري، هيك بعتقد ترجمتها بالتركي، صححوا لي اذا انا غلطان. لونها كويس، ها مرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. دوس عليه. لا فاشلة جدا، يعني ما بعرف، يعني هذا يعني انا بعتقد اي حدا بده يجربها حيجربها من مرة واحدة بس. طعمتها يعني طعمة التوت البري اللي فيها او التوت، ما هالطعم اللذيذة الحلوة اللي انت بقف يا لطيف بدك اياها بتقبلها، بتحس شيء هيك مزعج، دوس على نظام، فانا ما بفضل اني اجربها بتاتا. هلا هم ملعبي انا قربوز يعني الجبس. يا سلام، هلا هذه بعتقد لازم تفوز لانه انا كثير بحب الجبس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هي طيبة. هلا على فكرة لكم الامانة ما هالنكهة القربوز او الجبس القوية والواضحة، لكن النكهة جميلة غير مزعجة لطيفة، حلاوتها معتدلة ومقبولة كتير. هلا في عنا كايسو تشيليك لذتي، يعني كايسو هو المشمش، تشيليك هو الفريز، ميكس ريد بول، ان شاء الله يكون قوي ولذيذ. بسم الله. هي ريحتها حلوة يعني هيك لذيذة، عرفتوا كيف؟ بسم الله. بصراحة أنا مصدوم النكهة ما قد المستوى، يعني ما كتير استمتعت فيها، يعني لا عرفان حالي عم باخذ نكهة مشمش، لا عرفان حالي عم باخذ نكهة فريز. ما بتحسوا يعني هالنكهات عم تقتل الانتعاش بغض النظر، بخلاف الريد بول الأساسية الأوريجينال اللي هي منعشة جدا. برأيي الشخصي، إذا حابين المرة الجاية أو تروح تجي، أنا برأيي الأوريجينال هي بتفوز. إذا حابين تجربوا نكهات فقربوز نوعا ما أفضل شيء، التوت البري دوس عليه ما بنصحكم فيها. الشجر فري اوكي كويسه للناس اللي ما بدها سكر، بس لكن ما بعرف، انا حسيت بنكهه سكر، ما بعرف من اللي اجت، يعني ما في اختلاف بس جيده. يعني هذه انها كويسه، هذه المشمش ضعيفه، هذه المشمش والفريز. في عندنا هي التوت البري انما كويسه. الشيف طالع لذتي نوعا ما لا بأس فيها، ممكن تجربوها لمره واحده وبس. لا تنسوا المتابعه والتفاعل مع الفيديو. بأمان الله.